عن الثورة المفترى عليها. لقيت ناس كتير قوي بتتكلم الفترة الأخيرة، أنت بتتكلم عن ثورة، أنت بتتكلم عن ثورة، ما نحتاجه هو الجهاد، ما نحتاجه هو المقاومة، ما نحتاجه هو مش عارف إيه. وكأن الثورة هي ما تخيلوه وشافوه في ال 12 13 14 سنة اللي فاتوا. لا، انتوا جايين متأخر شوية. الناس تخيلت ان الثورة هي ان احنا نقف عند الميادين ونهتف ونصرخ، فبيقول لك لا، الثورة دي احنا مش عاوزين الثورة، احنا عاوزين المقاومة. لو واحد يعني كويس شويه ومش عاوز يعمل حاجه برضه في نفس الوقت، يقول لك لا لا لا، ما تدعوش ثوره، احنا عاوزين ندعو للجهاد. واخد بالك ازاي؟ هو مش عايز يعمل حاجه برضه، خد بالك. والله. فنحب نفهم الناس ان الثوره عمل يشمل كل شيء. الثوره عمل يشمل كل شيء، يشمل المقاومه. ومهما بتقول في الاول ان الثوره سلميه، المفترض ان انت بتكون بادي بشكل سلمي، مش ناوي تأذي. لكن الثورة فيها دفاع عن النفس، فيها انتزاع حق، فيها إطاحة بنظام بكل وسائل القوة طالما هو مش عاوز يكلمك. فما تحكموش على الثورة بكلام النخب اللي انتوا صدقتوهم، واللي احنا بقالنا 10 سنين بنقول يا جماعة ده ملوش علاقة خالص بالثورة. فالثورة يا حبايبي مش اللي انت فاكرها. وبعدين اصل احنا لازم الاول ننشئ جيل. انتوا ما شبعتوش من الكلام ده. لازم الاول ننشئ جيل يعرف معنى الجهاد وكده. طب انت حضرتك تعمل رايح ينام بقى؟ طب ما تنشئ جيل وانت بتعلمه يعني ايه تنزل في الشارع. وانت هتنشئه ازاي؟ انت هتعلمه ازاي ينزل في الشارع، هتعلمه ازاي يتحدى، هتعلمه ازاي يراقب، هتعلمه ازاي يجيب عناوين زي ما الناس بتعمل معانا، لكن لا تخفي جبنك. لان الحديث عن الثورة خطير، لا يستطيع ان يقتحمه الا من يملك قلب شجاع. فاللي حضرتك بتقوله فبيعجب برضو بعض الناس اللي هي خايفة، لا لا لا، بس بتقوله بشكل جميل جدا جدا. لا، احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نعمل المقاومة المسلحة. تقولش مثلا يعني ايه طلعت في بالك مثلا المقاومة المسلحة، ما كانتش جات على بال. وانت عارف وانت تعلم ان انت شعب اعزل، وانت تعلم ان مقومات الافساد اكبر بكثير من مقومات الاصلاح في البلد. معاهم كل حاجة، ومعاهم التعليم، ومعاهم الإعلام، ومعاهم وإن لم تكن إيجابي. لكن هتقعد كمان 40 سنة بتقول لنا أصل أنا بأنشئ جيل. طب يا سيدي، ما كانوا الإخوان قعدوا 90 سنة، قعدوا داخلين على 100 سنة أهو، وكانوا بينشئوا جيل. ماذا فعل بدون الإعداد إلى دخول في مقاومة حقيقية بما تستطيع؟ فنصيحتي لا تضر من حيث تظن انك تنفع. احنا ما بنقولش انزلوا يا جماعه تظاهروا خالص خالص. ده احنا كل اللي بنعمله دلوقتي حشد الناس. انت دلوقتي لو عاوز تعمل اي حاجه لازم هيقوم بيها الناس، لازم هيقوم بيها الناس. طب انت خايف تتكلم، خايف تنشر، خايف تنزل في الشارع مثلا في قياس الجاهزيه، خايف تكلم ناس مثلا من دائره الثقه، اي حاجه من الحاجات دي. طب هتعمل ايه؟ تجاهل؟ لا، انا شجاع جدا جدا، انا اشجع من الحاجات دي كلها. انت بتعمل ايه؟ انا بدعو. بص، اعدوا لنا جيل للجهاد وانا اطلع معاكم. طب امتى حضرتك الجيل ده ياخد بقى زي ما ياخد؟ طب نعده ازاي حضرتك والناس مش لاقيه تاكل، والاخلاق عماله تنزل، والبيع وقتل الناس ومش عارف ايه وكده، وهو دخل خلاص. مفيش فلسفه. يعني لو بلد تعرضت لهجوم، هو ده اللي بيحصل لنا دلوقتي. احنا تحت احتلال. فواحد بيقول لك يلا يا جماعه نقاوم الاحتلال، التاني بيقول لك لا، احنا عاوزين ننشئ الجيل الاول لمقاومه الاحتلال. كلام سيء جدا جدا، وكلام لا يعل شيء. وكل اللي انت عاوز تعمله ممكن تعمله وانت ايجابي، ممكن تعمل بالعكس. ده انت ما ينفعش تعمله غير لو انت ايجابي. وبعيد تاني للناس اللي هي بتنسى،
لو لم تنجح ثورة المقاومة في غزة في إبعاد نظام الحكم الفتحاوي، نظام فتح، نظام أبو ماعز، لو ما طردوهمش وعملوا ثورة ناجحة وطردوهم من غزة، هل كان في حاجة من دي بتحصل؟ لا طبعا. لو كانوا قعدوا 100 سنة كانوا هيعملوا ازاي؟ فأول خطوة عملوها إن هم طردوا، كسروا القفص اللي هم محبوسين فيه. فما ينفعش حضرتك تغلف الجبن بالشجاعة، بيفضل باين برضه. والله بيفضل باين برضه. وبقول لك اهو عشان تبقى عارف، الثورة فيها كل شيء. احنا ما عندناش حراك معسكرات هندرب فيها الناس، واخد بال حضرتك؟ ما عندناش. احنا دلوقتي بيتم نهش لحمنا يوميا، وانت بتتكلم وانت قاعد كده على ظهرك، لا احنا عاوزين ننشئ الجيل اللي هو مش عارف ايه. طب وانت حضرتك هتعمل ايه وانت بتنشئ الجيل؟ انا قاعد بقى مستني لما تنشئوا الجيل بقى، تعالوا معانا بقى. شيء بصراحة مش كويس، يعني مش لان فيهم ناس محترمه، انا عارف ان هم محترمين والله، مش عاوز حد يزعل مني، يعني شيء مش كويس. لا احنا مطالبين كلنا دلوقتي ان احنا ننشر فكر الثوره، ومن خلاله بتعلم الناس كل حاجه. بتعلم الناس اللي بتنزل دلوقتي دي هي اشجع منك 100 مره. الست اللي عندها 70 سنه و75 سنه، والطفل، والله في ناس نزلت عندهم 12 سنه، ده اشجع منك 5000 مره. مهما انت حاولت ان انت تقول كلمات شكلها حلو براقه، وان انت الواد اللي مش عارف ايه فاللي يعمل خالص، انت اجبن من المشاركه في ثوره. ما تزعلش مني، مفيش وقت للمجامله. احنا مش بندعو الانتخابات، احنا مش احنا ألد اعداء هذه المسارات المنحطه. احنا مش بندعو لمظاهرات، احنا مش بندعو لاحتجاجات ورسم صور على الحوائط وكده، لا خالص. احنا بندعو الى نزع وطرد والاطاحه بهذا النظام. لكن هو مش كلام ومش محاضرات، شبعنا محاضرات ومش مقالات. لا احنا بننزل الناس مبدئيا دلوقتي ازاي يتعودوا يتصرفوا مع بعض ويتحركوا مع بعض وينزلوا مع بعض. انت عاوز تنام على ظهرك نام، بس ما تضرش عشان تخفي جبنك. ونشوفكم ان شاء الله.